السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا في ناس كتيرة عندها مشكلة الأبديت الأبديت الإجباري في ويندوز 10 أو ويندوز 10. طبعا في ناس كتيرة ما تعرفش ازاي. أنا شخصيا ما كنتش أعرف، بس قريت الحمد لله عرفت الطريقة، حبيت أجيبها لكم بسرعة. دلوقتي من غير رغي كتير هنفتح قائمة ستارت اللي في ويندوز 10. آه، وندوس على All Apps. وننزل بالقائمة، نبحث عن ملف كده اسمه ويندوز سيستم. ندوس عليه مرة، هيطلع لنا منه قائمة فيها رن. نضغط على رن مرة واحدة، هلاقي هنا نروح كاتبين الأمر التالي. خدوا بالكم أهو سيرفيس دوت ام اس سي، زي ما انتوا شايفين كده. بعدين نضغط اوب، طبعا هيفتح لنا نافذة زي ما انتوا شايفين. النافذة ديت آه هنبحث فيها عن ننزل عن ويندوز ابديت. كلمة اسمها ويندوز ابديت، ننزل بسرعة اهو ديت. هنضغط عليها مرتين. طبعا هنيجي على ستارت اب. طيب ايه ستارت اب؟ هنضغط هنا. طبعا هي ممكن تلاقي اوتوماتيك عندك او اوتوماتيك او مانيوال. طبعا احنا هنخليها ديسيبلد زي ما هي موجودة، لان انا قافلها عندي. بعد ما نضغط ديسيبلد هنعمل ابلاي من هنا. بعد ما عملنا ابلاي هنيجي هنا على خانة سيرفيس ستاتس، ونضغط ستوب اللي هي دي، اللي انا طبعا عاملها ستوب عندي. ستوب، وبعدين نقول اوك ونقفل النافذة. كده خلاص قفلنا التحديث الإجباري من مايكروسوفت. طبعا اللي عايز يعيدها تاني التحديث زي ما هو عايز، يرجع تاني بنفس الخطوات العكس، اللي نرجعها مانيوال مثلا أو أوتوماتيك. وشكرا، وأرجو تكونوا استفدتوا وتشيروا فيديو لأصحابكم، لأن غيرك يستفيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.